Unit 2 جرامر المقارنة. احنا عارفين ان الصفات نوعين، صفات قصيرة وصفات طويلة. الصفة القصيرة بتتنطق مقطع واحد زي طول، زي فات، small، big، short. أما الصفات الطويلة فزي expensive، طويلة، difficult، wonderful، exciting، fantastic. فالصفات القصيرة ليها أسلوب في المقارنة، والصفات الطويلة لها أسلوب مختلف في المقارنة. لو جينا نقارن بين اثنين في صفة قصيرة، واحد أطول من الثاني، هما اثنين يبقى taller than، أضيف على الصفة ER. طب لو بقارن واحد بمجموعة، أنا أطول واحد في الفصل يبقى the tallest، يبقى ER لو بين اثنين، EST لو بين واحد ومجموعة في الصفات القصيرة. مثال: نهر النيل أطول نهر في العالم. ما بين اثنين؟ لا، ما بين واحد ومجموعة، يبقى the Nile is the longest river. طب عايز أقول نهر النيل أطول من الأمازون، هما اثنين، يبقى the Nile is longer than the Amazon. نيجي على الصفات الطويلة. الصفات الطويلة لو بقارن بين اثنين يبقى more أو less، والصفة وزان. more يعني أكتر، وليس يعني أقل. الإنجليزي أصعب من العربي، هما اثنين، الإنجليزي والعربي، يبقى more difficult than. طب الإنجليزي أقل صعوبة من العربي، يبقى less difficult than. منى أجمل من سناء، يبقى منى منى وسناء اثنين، وجميل beautiful صفة طويلة، يبقى نيجي هنا، خلينا هنا اثنين في الصفات الطويلة، يبقى more beautiful than. أقل جمالا less beautiful than. طب لو منى أجمل واحدة في الفصل، يبقى مجموعة في الصفة طويلة، يبقى the most beautiful. طب أقل الفصل جمالا the least beautiful. Lions are dangerous. Rabbits. هنا أنا بقارن الأسود بالأرانب، يبقى كده مقارنة بين اثنين، ودينجرس صفة طويلة، بين اثنين وصفة طويلة، يبقى نخلينا هنا. إذا lions are more dangerous than أو less dangerous than، بس المنطق بيقول إن الأسود أكثر خطورة من، يبقى more dangerous than. كده احنا بنقارن ما بين اثنين. طب شورت صفة قصيرة ولا طويلة؟ صفة قصيرة، يبقى بين اثنين في الصفة القصيرة يبقى shorter than. علي is shorter than محمد. Who is older ولا older than you or your brother؟ مين فيكم الأكبر؟ أنت ولا أخوك؟ أنت ولا أخوك؟ كده مقارنة بين اثنين. طب الصفة، صفة old صفة قصيرة، قصيرة وبين اثنين، يبقى older than. طب آخد older ولا older than؟ أنا عارف إن أغلبنا هيختار older than، لكن هي إجابة خاطئة. ليه؟ لأن older than معناها أكبر من، مش هينفع أقول مين أكبر من أنت ولا أخوك، أنا عايز أقول مين أكبر، أنت ولا أخوك، مين أكبر، أكبر بس، يبقى older. يبقى أنت استخدم than لو وراها الطرف الثاني، مش في واحد أكبر من واحد. لو في الأسلوب دوت استخدم than. خد مثال: أوجست، شهر أغسطس، is hotter ولا hotter than April. أغسطس أحر من، يبقى hotter than.
عشان ذان يعني من في المقارنة. طب ايه الجدول اللي انا كاتبه تحت ده؟ ده جدول صفات شاذة، ده يتحفظ بقى. ده ما بياخدش اي ار رغم ان هم صفات قصيرة. وما بياخدش اي اس تي. good better than the best. good better than the best. bad worse than the worst. far further than the farthest. little less than the least. many more than the most. much more than the most. المعنى good يعني جيد، وباد يعني سيء، وفار يعني بعيد، وليتل يعني قليل بس قليل للكمية، الحاجات اللي ما بتتعدش زي السكر والماء والهواء. وميني وماتش يعني كتير، ميني للي بتعد وماتش اللي ما بتعدش. مثال I have many pens، معايا أقلام than you. إيه ده؟ معايا أقلام أكتر منك. كده إحنا بنقارن ما بين اتنين، وطالما أنت بتقارن ما بين اتنين خليك في الجدول التاني، خليك في القايمة التانية. يبقى القايمة التانية دي كلها بنقارن بين اتنين. القايمة التالتة دهيت بنقارن بين واحد ومجموعة. طب هما هنا اتنين، بقارن نفسي بيك أنت. يبقى خلينا في القايمة دي. أنا عايز أقول ميني، يبقى منها إيه؟ more. I have more pens than you. عندي أقلام أكتر منك. طب مثال تاني. She bought، هي اشترت little sugar than هبة. هي اشترت سكر أقل من هبة. هنا احنا بنقارن ما بين اتنين، هي وهبة، في صفة اسمها little، ادي little. وما بين اتنين قلنا القيمة التانية ما بين اتنين يبقى less sugar than. less sugar than. نيجي للفرق بين both، either، neither، all، none. ضروري تركز معايا في الجرامر ده. both يعني كلاهما، يعني هما اتنين. either يعني واحد منهما، يعني الكلام على اتنين برضه، واحد منهم. neither يعني ولا واحد منهما، يعني هما اتنين. اما all ونان، all يعني كلهم بس ما يكونوش اتنين، اكتر من اتنين. نان يعني ولا واحد فيهم، ما يكونوش اتنين، يكونوا اكتر من اتنين. مثال كل من بابا وماما بره، ده هما اتنين، يبقى افكر في both او either او neither. ما ينفعش افكر في all او none، ده مبدئيا. كل من بابا وماما بره، هما الاثنين بره يبقى both. طب واحد منهم بره يبقى either. طب ولا واحد منهم بره يبقى neither. طب انا عندي 5 اطفال كلهم غايبين، يبقى ابعد عن both وايذر ونيذر، لان دول بيتكلموا عن اتنين، يبقى افكر في all او none. كلهم غايبين يبقى all، ولا واحد في ال5 غايب يبقى none. يبقى مبدئيا both تشير الى اتنين، either تشير الى اتنين، neither تشير الى اتنين، all اكتر من اتنين، none اكتر من اتنين. خد مثال نأكد بيه. I have 2 books. عندي كتابين. Both ولا all of them are nice. هما كتابين، خلاص ابعد عن all، يبقى both. طب I have 5 books. عندي 5 كتب. 5 أكتر من 2 يبقى ابعد عن both وناخد ساعتها all. ننتقل للمرحلة الثانية. both بتيجي بالثلاث أشكال دول، ركز معايا. كل من هبة ومنى، يبقى both هبة and منى. كل من مصر والسعودية، يبقى both Egypt and Saudi، يبقى both يجي معاها and. طب عايز أقول كل منهما ومش عايز أذكر الأسامي، يبقى both of the countries، هما دولتين. طب كل من البنتين both of the girls. طب كل من الكتابين
both of the books. يبقى ممكن يجي both فاعل and فاعل أو both of واسم جمع. طب إيه هو ضمير الجمع؟ ضمير الجمع اللي هو لو إحنا us both of us كل منا. طب عايز أقول كل منهم يبقى both of them منهم. طب عايز أقول كل منكما يبقى both of you. هي دي ضمائر الجمع اللي ممكن تيجي بعد both of. أو ممكن نبدأ بالفاعل we both إحنا كلانا بنحب مثلا شيبسي. we both like chips. نكتب أمثلة على both هبة and money ونكمل الجملة. طب التاني both of them كل منهم ضمير جمع. ينفع اقول both of they؟ لا. both of يجي وراها ضمير جمع ضمير مفعول جمع us او them او you. طب كل من البنتين يبقى both of the girls مش بنت واحدة. ننزل على either or. either or معناها واحد منهم. هتزور اسبانيا ولا ايطاليا؟ يبقى اقول either Spain or Italy. هتاكل فراخ ولا لحمة؟ either chicken or meat. او اقول either book. هما كتابين وانا عايز اي كتاب منهما. either book اسمه مفرد اهو. او اقول either country هزور اي دولة من الاثنين either country. طب مدرس من الاثنين يبقى either teacher. طب لو هنحط of تبقى either of برافو the teachers. طب واحد من الكتابين either of the books او ضمير جمع اللي هو us او them او you. تعال نضرب 3 امثله عليهم. either Sally or Mona برافو. either برافو اسم مفرد either girl او either house اي بيت من البيتين او either man اي راجل من الراجلين. طب لو either of تبقى either of the girls او either of طالما في of بقى نجمع the houses او مش راجل بقى تبقى رجاله either of the men. يا اما ضمير جمع either of us واحد مننا احنا الاثنين either of them واحد منهم او either of you واحد منكم. تعال على neither ديت يعني ولا واحد من الاثنين. هنشرب شاي ولا قهوه neither tea nor coffee او neither drink ولا مشروب. طب هتشتري كتاب ايه؟ احمر ولا ازرق؟ يبقى neither book ولا كتاب. هتلبس انها قميص من قميصين ولا قميص neither shirt. يا اما neither of وساعتها يجي وراها اسم جامع neither shirts او neither books او neither بس of بقى neither of the shirts neither of the books neither of the houses ولا مدرس من الاثنين neither of the teachers او يجي ضمير جامع neither of us ولا واحد مننا neither of them ولا واحد منهم neither of you ولا واحد منكم. نيجي على قول ديت مش اثنين اكتر من اثنين 5 لعيبه اتصابوا النهارده يبقى all of the players كل اللعيبه اتصابت وهم اكتر من اثنين. او all of وضمير جامع all of us كل منا وما نكونش اثنين اكتر all of them كل منهم او all of you كل منكم. ينفع يجي بعد all of اسم مفرد كل الميه all of the water كل البيت all of the house كل السكر all of the sugar. تمام. نيجي على none معناها ولا واحد وما يكونوش اثنين اكتر من اثنين. واحد عنده مثلا
5 كتب ولا واحد فيهم جديد، يبقى none of the books. وينفع اجيب ضمير جامع none of us ولا واحد مننا، none of them ولا واحد منهم، none of you ولا واحد منكم. وينفع يجي بعد none of اسم مفرد ولا معلومة صح، ما هو information مفرد none of the information، ولا حباية سكر none of the sugar، ولا نقطة ماء none of the water. تمام. شكل الفعل ايه بقى؟ مع both وايذر ونيذر وall ونن. الفعل مع ايذر or على حسب الفاعل الاقرب، يعني ايذر سالي or I am ولا is ولا are going out. الفعل مع either or يتبع الفاعل الأقرب. أنهي فاعل أقرب للفعل اللي جوه الأقواس؟ ساري ولا أي؟ أي هي الأقرب. يبقى نمشي ورا أي تاخد أم ولا إز ولا أر؟ تاخد أم. طب افرض قلنا either منى or her friends. هنا هنمشي ورا الفاعل الأقرب للأقواس، الأقرب للفاعل، نمشي ورا friends تكون are. either منى or her friends are. طب are ليه؟ مشينا ورا الفاعل الأقرب وهو friends. طب either واسم مفرد، كده هيجي فعل مفرد بقى. either book. خلاص either book فعل مفرد. طب either of فعل مفرد إجباري، يبقى الخلاصة إن either or بنمشي ورا الفعل الأقرب. either الحالة الثانية كده فعل مفرد. either الحالة الثالثة في وجود of بيجي فعل مفرد. neither نفس الكلام. neither علي نور منى هنمشي ورا الفاعل الأقرب اللي هو منى. طب neither واسم مفرد الحالة الثانية فعل مفرد. neither of هيجي فعل مفرد. all على حسب. تعالى all of my friends. friends جمع ولا مفرد؟ جمع، يبقى is ولا are؟ يبقى are. طب خد المثال ده all of the water. الوتر مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى is ولا are؟ يبقى is. يبقى all أو all of على حسب ما بعدها. لو جوه وراها اسم جمع ناخد فعليا، ولو جوه وراها اسم مفرد ناخد فعل مفرد. أما none of في كل حالاتها فعل مفرد. خد مثال none of them. have ولا has مثلا، يعني none of my friends. was ولا were. none of the sugar. is ولا are. لسه قايل لك ملحوظه بتقول ان none of في كل حالاتها فعل مفرد. none of them has، ان has مع المفرد. none of my friends، the friends جمع برضه هناخد فعل مفرد was. none of the sugar is. يبقى none of في كل حالاتها فعل مفرد. وبكده ما احنا خلصنا الجرامر ده.